ويا أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعونا في أي وقت وكل مكان. معاكم ياسمين غبارة وحلقة جديدة من حلقات سكة قراية بلس. طبعا اللي متابعين سكة قراية عارفين إن إحنا بقالنا فترة قليل لما بنتكلم عن روايات، وده شيء مش لطيف قوي بالنسبة لي لأني بيبقى نفسي أقرأ روايات أكتر، بس مش دايما بلاقي روايات حلوة. ده غير إن ميولي في القراءة اختلفت في السنتين اللي فاتوا واتجهت لكتب غير روائية. ولكن في كتاب كده أسلوبهم بيخليني أقرأ لهم أي حاجة، ومن الكتاب دول هو الكاتب أسامة علام. آخر حاجة قريتها لأسامة علام هي مجموعة قصصية بديعة جدا اسمها كم مرة سنبيع القمر. ثم لقيت رواية صدرت قريبا اسمها حامل مفتاح المدينة. ولأني عارفة الأسلوب الأدبي السلس والعذب جدا اللي بيكتب بيه أسامة علام، حقيقي ما فكرتش مرتين، جبت الرواية على طول وبدأت أقراها. وأول ما خلصتها قلت أخيرا رواية حلوة. الروايات بالذات أذواق زي الأفلام كده، يعني ما تقدرش تقول لحد ليه بتشوف أفلام رعب أو ليه بتحب الأكشن، أذواق. وفي روايات كتير حلوة، فانتازيا، جريمة، غموض، رومانسي. المشكلة إن ذائقتي في الروايات بتخليني دايما أدور على الرواية الإنسانية اللي بتتكلم عن البشر، عن المشاعر، عن المعاني وتأمل الحياة والأقدار، وتكون مكتوبة بأسلوب أدبي يخليني مستمتعة. والنوع ده مش بلاقيه كتير، لكن هو ده اللي لقيته في رواية حامل مفتاح المدينة، اللي بتتكلم ببساطة شديدة عن بني آدم عادي جدا اسمه دكتور شهاب منير، طبيب بيطري مصري عايش في نيويورك، وحيد بينتقل كتير، كل فترة بيغير الشقة اللي بيقعد فيها لأسباب مختلفة. عنده روتين ثابت في حياته، الصبح يروح شغله وهو راجع يعدي على قهوة كل اللي بيشتغل فيها مصريين، يقعد فيها شوية بحثا عن الونس، ياكل من أي عربية بتعمل أكل مصري، يروح يشغل التلفزيون وينام. حياة سماها في الرواية حياة رتيبة، أو كان فاكر إنها حياة رتيبة لحد ما نقل شقة جديدة أحسن ما فيها إنها قريبة جدا من مكان شغله. لكن بعد ما سكن بأيام اكتشف إن في رائحة غريبة موجودة في غرفة النوم، والرائحة دي كانت لا تطاق لدرجة إن هو بيضطر ينام كل يوم في الصالة. وبدأ يفتكر إزاي إن صاحب الشقة إداله المفتاح بتاعها بسرعة، وكان متحمس وكأنه خلص من هم. والمفتاح شكله غريب وكأنه مفتاح أثري، أو زي ما وصفه مفتاح ذهبي قصير قديم جدا ومنحوت عليه اسم المدينة نيويورك. ومع الوقت اكتشف إن المفتاح ده مش بيفتح باب الشقة بس، لا ده بيفتح كل الأبواب الموجودة في مدينة نيويورك. طبعا هنا هتفتكروا إن الرواية فانتازيا أو فيها عوالم غريبة، بس أحب أقول لكم إن الرواية بتخلق الفرضية دي بشكل بسيط يخليك تحس إن الموضوع طبيعي ومفهوش أي غرابة. فرضية المفتاح وما يليها من أحداث بيتم عرضهم بشكل تلقائي، فتحس إنه شيء طبيعي وبتمشي في الحكاية بسلاسة من غير ما تحس إنك متحمس قوي أو مستغرب أو إنك داخل على عالم مش واقعي. أنت بتستغرق في الحكاية من غير ما تفكر في غرابتها أو تحس إن في حاجة معمولة. هي حالة عبثية تبدو منطقية جدا من فرط سلاسة وانسياب المشاهد واحد ورا التاني، وظهور الشخصيات العجيبة اللي تصدقها عادي من غير استغراب. وده الملمح اللي أنا وقفت عنده في الرواية، وده اللي أدهشني في طريقة كتابتها. المنطقة الموجودة بين الخيال والواقع واللعب فيها بشكل مظبوط قوي بيصنع المعنى والتأثير في القارئ من غير ما ياخده لبعيد. الدكتور شهاب بطل الرواية اللي واضح إن هو حاسس بملل وروتين وفراغ وبرودة الحياة، إلا إنه بالمفتاح اللي معاه بيدخل أكتر من مكان، بيقابل أشخاص كتير، كل واحد منهم عنده حكاية عجيبة. بيكتشف شهاب إنه له دور في الحكاية دي، وعلى قد ما هو بيحس إن هو اتورط في كل حكاية، لكنه بالتوريطة دي بيكون له أثر مهم في حياة كل واحد فيهم، سواء الست الكبيرة في السن اللي بتقف بالساعات قدام بيتها مستنية حاجة هو مش عارفها، ولما بيدخل بيتها بيلاقي رسائل كتير متعلقة على الحيطة من ناس حبوها ومش يسيبوها لوحدها، ويتساءل هي ليه الست دي عايشة لوحدها كده. ولما يحاول يعرف سبب الريحة الغريبة اللي موجودة في الشقة اللي نقل فيها، بيتعرف على شخص بيلاقيه مضطرب للغاية، لكن ما بيقدرش يسيبه أو يتخلى عنه، يبتدي يساعده بفضول إن هو كمان عايز يعرف قصته. العجيبة إن الشخص ده لما قرب منه لقى إن هو فاهم وذكي وبيعرف يلبس ويتعامل ويتكلم كويس. طب إيه اللي وصله للحالة دي؟ ونفضل طول الرواية بقى شايفين الدافع اللي بيخلي شهاب يدخل في كل حكاية. الدافع ده هو عبارة عن خليط بين فضول شهاب وبين رغبته في إن هو يتخلص من روتين حياته الرتيبة.
الدوافع دي بتخليه يطلع من نقرة يدخل في ضحضيرة، زي مثلا إن هو قرر في يوم يروح السيرك عشان يغير روتين حياته، ولما يدخل السيرك تحصل مجموعة من الصدف والمفارقات العجيبة اللي تخلي صاحب السيرك تقريبا يحتجزه ويجبره على إنه يعالج أنثى الأسد الموجودة في السيرك. ورغم شخصية صاحب السيرك اللي تبدو خطيرة، إلا إن العلاقة بينه وبين دكتور شهاب بتتحول إلى علاقة صداقة وتواصل وود إنساني، ويبدأ القارئ يشعر بالحماسة في القراءة لما يلاقي خيوط الرواية والقصص اللي ورا كل باب فتحه شهاب بتتلاقى بشكل ما، وكأنها بازل بتتركب. وبعد ما بنتعاطف مع كل قصة على حدة، بنكتشف إزاي في النهاية إن الروابط دي كلها بتؤدي إلى قصة إنسانية واحدة، وكأن الأبواب والحكايات هي عرايس خشب، وشهاب منير هو اللي بيحركها دون أن يدري. هو مش عارف إن الخيوط متشابكة، وإن وجوده في كل حكاية بيساعد على تجميع البازل، وده خلاه هو كمان يخوض تجربة خاصة في الرحلة، ويتأثر بالبشر اللي دخل حياتهم واللي عرف عنهم بعد كده، اللي بيبين إن هم عكس تماما الانطباع اللي أخدوا عنهم في أول مرة شافهم. لما اكتشف مثلا إن الست الكبيرة التايهة عندها من الحكمة والصبر ما يحتاجه هو شخصيا أكتر من أي حد تاني، أو لما لقى إن الشخص المضطرب اللي بيحاول يفهمه هو شخص نبيل وقع تحت تأثير صدمات كبيرة في الحياة. ومش بس بيكتشف البشر، ده كمان بيكتشف من خلال القصص اللي دخلوا فيها المفتاح جوانب من نفسه ما كانش يعرف إنها موجودة، وبيكتشف إن تفاصيل حياته الرتيبة دي هي في كتير من الأحيان بتكون نعمة كبيرة. ويمكن ده الأثر اللي حب يسيبه الكاتب، لكن مش هو الأثر الوحيد، لأن في استمتاع كبير قوي بطريقة سرد الرواية نفسها. الرواية مكتوبة بشكل بسيط وتلقائي، ما تحسش إن فيها تخطيط أو مجهود باين. في مصطلح كده سمعته مرة في وصف الرواية الحلوة يقولك إن الخياطة ما تبقاش باينة، إن الكتابة تبقى سلسة وناعمة ومتصدقة، ما فيهاش أي قدر من الاستعراض أو الافتعال. يعني عارفين ساعات لما ييجوا كده ينصحوا حد في التمثيل إن هو يمثل ببساطة فيقولوا له ما تجزش وإنت بتمثل. الكتابة برضو فيها كده، في كتابة بنلاقي فيها جز ومعفرة، وده بنحسه وإحنا بنقرأ، وفي كتابة تانية تحس إنك ماشي على السطور بمنتهى السلاسة. رواية حامل مفتاح المدينة بتقدم حالة مؤثرة متماسكة، مفيش حاجة تفصلك أو تزعجك كقارئ. كمان اللغة دافية، مفيش بلاغة مجعلصة ولا في ركاكة واستسهال، وما فيهاش تكرار للمعاني أو التعبيرات، هي وان شوت كده، مفيش لت وعجن كتير. وبنشوف الأحداث كلها من عين شهاب، بيتحكلنا عن كل الشخصيات بصوته ما عدا أجزاء فيها خطابات مكتوبة بصوت أحد شخصيات الرواية. وبشوف إن فكرة الخطابات دي تم استخدامها بشكل مناسب وموزون، عمل تأثير التنويع وكسر رتابة الإيقاع، وفي نفس الوقت كان استخدامها محدود في سياق حدث وشخصية معينة واحدة، فده يخليك ما تتوهش أو تفصل وانت بتقرأ. كمان بنشوف في الرواية لمحات بسيطة عن ماضي شهاب وطبيعة شخصيته وجذوره من فقرات قليلة موجودة في الرواية بيتكلم فيها عن والده ووالدته، فقرات متعشقة حلوة قوي في الحكاية. كنت أتمنى إن الفقرات دي تزيد شوية، لأني حبيت شخصية شهاب منير وكنت عايزة أعرف عن خلفيته الإنسانية في الرواية أكتر. بس يمكن حالة الرواية المكثفة وتعدد الشخصيات خلى وجود شهاب كمحرك للأحداث وراوي أفضل من الغوص في شخصيته. يمكن دي كانت وجهة نظر الكاتب. هو في روايات بتتكتب بشكل ملفات، كل شخصية ملف وتاريخ وخريطة لعلاقة الشخصيات ببعضها، ودي مدرسة مهمة خصوصا في الأعمال الكبيرة. لكن في روايات تانية صغيرة وبسيطة وكأنها عبارة عن معنى واحد وحالة واحدة، زي كرة التلج اللي بتمشي على الأرض، كل ما بتمشي بتكبر، لكن في الأساس هي كرة واحدة. وبسلاسة تكون كرة التلج بنعيش صفحة ورا صفحة بمنتهى البساطة حالة من الدفء الإنساني المناسب جدا لشعور البطل بالغربة في نيويورك، وكأنه بدأ ببرودة الغربة وانتهى إلى الدفء والونس وحالة الحياة اللي ممكن كل إنسان ينعيشها في غيره بمجرد التواجد. لأن في آخر الرواية بنكتشف إن كلنا معانا مفاتيح بس سايبينها في الدرج، وإن وجود الإنسان في حياة اللي حواليه هو زي ما تكون فعلا بتدور المفتاح في الباب وتدخل بحالة من الونس والدفع على شخص تاني، شخص مهما كان يبدو عنيف أو حزين أو غاضب أو تايه أو حتى مستغني، فهو أكيد محتاج لوجود إنسان معاه. رواية حامل مفتاح المدينة في رأيي هي مؤشر قوي على إن أسامة علام وصل لحتة كده في الكتابة ما فيهاش قلق وصنعة الكاتب المحترف، لكنها مليانة بروح الهواية والاستمتاع اللي لا شك إنها بتتنقل للقارئ من أول فصل في الكتاب. رواية حامل مفتاح المدينة اللي كاتب أسامة علام هي إصدار دار الشروق، موجودة في المكتبات لكن حتى الآن لسه مش موجودة على أبجد.
لكن روايات الكاتب ومجموعاته القصصية الأخرى موجودة على أبجد، ومعظم أعماله بتلعب برضه في حتة المزج بين الواقع والخيال وتأمل المعاني واللمحات الإنسانية. كده مستمعينا نكون وصلنا لآخر كلامنا النهاردة عن رواية حامل مفتاح المدينة لأسامة علام. كانت معاكم ياسمين غبارة، ونتقابل على خير الحلقة الجاية في سكة قراية بلس.